الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيبل تنس مع كابتن رضا سالم. النهاردة هنتكلم على الجلدة ال DHS. حد قال لي الجلدة بلعب بيها وحشة جدا، واحد تاني قال لي أنا بلعب بالجلدة والجلدة حلوة جدا. طب إيه بقى المشكلة؟ المشكلة كلها إن ممكن أنا طريقة لعبي وقوة دراعي بتبقى ممكن تتناسب مع الدي اتش اس، واحد تاني قوة دراعه وطريقة لعبه ما تناسبش مع الدي اتش اس. زي حد يقول لك ايه، انا ما بعرفش العب بالبتر فلاي خالص، كرة سريعة بتطلع مني بره ما لهاش شوت ولا ده في المضرب. واحد تاني يقول لك لا والله ده الجلدة دي جميلة جدا وبتخليني اعمل سرعة ودوران والكلام ده كله. مهم جدا تفهم ان في فرق بيني وبينك وبين كلنا، بينا وبين بعض في كل حاجة. حد بيلمس الكرة كويس، حد قوة دراعه كويس، حد بيلعب كتير، يعني حاجات كتير جدا. واحد طريقة لعبه دفاع هجوم، الفور هاند اقوى من الباك هاند، الباك هاند محتاج حاجه كنترول، الفور هاند موضوع كبير جدا. فما تربطش نفسك بحد معين ان انت تلعب زيه او بالمضرب اللي هو معاه او بالشكل اللي هو بيلعب بيه. تمام كده؟ طب الجلده الدي اتش اس بقى ايه ظروفها؟ جلده دي اتش اس بما اني لعبت بيها فتره ولسه ما زالت معايا، جلده بطيئه، بطيئه يعني بطيئه جدا، بس قوه دورانها عاليه جدا. الجلد اللي هي البطيئه دي ممكن تقول عليها فيها زي كنترول شويه، دي اتش اس كنترول شويه في الايه في التكتيم او ان انت تلعب كونتر او الكلام ده كله. لكن دوران عالي قوي، فلو ركبت سبين بسبين تلاقي الكوره جايه معاك زي الفل. بتشيل توب سبين تلاقي الكوره طالعه فيها كميه دوران قويه جدا بس مش سريعه قوي، فبتبقى محتاجه دراع يكون قوي علشان خاطر تدي بنفس الاداء ده. لو احنا قلنا مثلا في السيرفات، مثلا بلعب السيرف، بص الكوره من يعني انت بتعمل كده اقل حاجه تلاقي بص بتدي كميه دوران. بص بص من غير ما اعمل اي مجهود، انا بعمل بس كده. شايف ازاي عامله ازاي؟ مش يعني مش عايزه مجهود في اللمسه ازاي وقفله المضرب وموضوع غير ال 05 اف اكس. بص كرة عاليه ازاي، فمحتاج ان انا اهدي الريتم شويه. ها، البتر فلاي سريعه ودورانها كويس ما قلتش حاجه، بس كنترولها مش زي الدي اتش اس. لذلك اغلب السنين لما بيلعبوا بيها بتعلق، هي كنترولها حلو فتلاقي كورته كتير قوي على الترابيزه، بس هو لياقته عامله ازاي على الترابيزه. يعني ما تجيبش واحد صيني بيعمل فيتنس كل يوم ساعه مره كل يوم او ولا ساعتين، غير ان التدريب اللي بيتدربه غير الموضوع الكبير 6 ساعات تدريب. زي واحد مثلا اوروبي بيتمرن له مثلا كل يوم ساعتين ثلاثه كده وهو مرتاح، او واحد عربي او الكلام ده كله اللي هو ايه معاه مضرب مساعده، جلدتين مساعدينه بيمتعوه باللعب والكلام ده كله ومش شاغل باله بالفتنس قوي. تمام كده؟ هتلاقي اغلب البطولات في النهايات اللاعب اللي ما كانش عنده فتنس كويس جدا لازم يخسر. كلام ما فيهوش جدال عشان نبقى متفقين. انا لاعب بعرف العب كل حاجه واللاعب اللي قصادي بيلعب كل حاجه. هو عنده انثبات انفعالي كويس وانا عندي انثبات انفعالي كويس. هو ما بيتاثرش بالجمهور وانا ما بتاثرش بالجمهور. هو عنده ثقة في نفسه وفي لعبه وفي أدائه وفي كل حاجة طول البونت، وأنا برضو نفس الموضوع. طب إيه اللي هيفرقنا عن بعض؟ يعني إيه اللي هيفرقنا عن بعض؟ اللياقة البدنية، القوة العضلية بتاعتي وبتاعته. إيه، الأداء ما بيقلش علشان خاطر اللياقة البدنية عالية أوي. قوة الضربة ما قلتش لأن اللياقة البدنية عالية أوي. سرعتي ما قلتش لأن القوة البدنية عالية أوي. فاحنا لو فضلنا مثلا نقول 11 11 12 12 15 15 20 20 100 و100 1000 و1000، اكيد في حد فينا هيتعب. في حالة تعبك بقى في حاجة هتقل، حالتك النفسية، سرعتك، قوتك، تركيزك، قيس كل حاجة على اللياقة البدنية. فلازم تبقى فاهم ان اللي بيلعب بالجلد دي اتش اس حد دراعه قوي، حد عنده اللياقة البدنية عالية، حد فاهم اللمسة بتاعة الكورة عايز ايه. يعني بص انا والله العظيم هي انا بص عاملة ازاي، تحس ان هي يعني بص تحس الكورة كده مطرح ما انت عايز تحطها بتحطها.
باقل مجهود. طيب ده الباك سبين، لما اعمل اللي هو السايد سبين، بص الكرة بتعمل ازاي. هنعمل اللي هو الميكس اللي هو السايد سبين الباك سبين. بص الكرة بتلف وترجع لي ازاي، يعني بالباك هاند كده. طب اللي هو باك هاند بالباك سبين، سوري سايد سبين الباك سبين، الاتنين ميكس مع بعض. جلدة جامدة جدا في الدوران. لكن احنا هنحاول بقى نقيس حاجة تانية كده مع بعض. هنحاول نثبت الارتفاع. بص الكرة بتعمل ازاي، بص تلزق ازاي. بص 05 اف اكس، تحس ان هي بتنط شوية. نعلي شوية. نرجع تاني لل DHS. تحس ان هم 4 نطات ولا حاجة، 1 2 3 4، تقوم نايمة. 1 2 3 4، 1 2 3 4. نرجع تاني لدي، 1 2 3 4 5 6، تلاقيها بتقوم نطة شوية. انا بس عايز اوصل لك حاجة علشان خاطر ما نختلفش مع بعض. احنا اختلاف في كل حاجة، شخصية، قوة بدنية، سرعة، اداء، احساس بالكورة، كلنا بنختلف عن بعض. شوف ايه المضرب اللي يناسبك، مالكش دعوه بسعره. يعني واحد يقول لك انا جبت مضرب ب7000، وانت مضرب ب1000 جنيه عاجبك ومبسوط بيه وبتعمل كل حاجه، خليك زي ما انت. ما تقولش ان انا عايز اشتري زيه، او ان مثلا فلان بطل مصر او بطل العالم او بطل افريقيا معاه مضرب مثلا معين فلازم ان انا ايه اعمل زيه. لا، انا هحاول انزل لك ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هحاول اعمل لكم فيديو خاص بان كل لاعب معاه ايه. يعني مالونج معاه خشبه ايه وجلدتين ايه، آه، هوروموتو، اي لاعب يعني بيبقى معاه مثلا خشبه ايه وجلدتين ايه. ممكن يكونوا جلدتين مش نفس النوع، او خشبه نوع وجلدتين نوع تانيين، او خشبه نوع وجلده نوع وجلده نوع تاني. متشغلش بالك باي حاجه غير ان انت تكون مرتاح نفسيا بالشيء اللي انت بتلعب بيه والاداء اللي انت بتلعب بيها، ومخليك تعمل اللي انت عايزه. اتمنى ان اكون فدتكم. وادينا شفنا الجلده دي اتش فيها دوران قوي ازاي. انا كورتين كمان قبل ما نقفل الحلقه. يلا اهي، ادي واحد. بص الكرة بتعمل ازاي، كرة فعلا بتلف جامد جدا. بص، اتمنى نفككم ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.